بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي هذه الأيام أو في هذا العصر من أكثر الأمراض خطورة وأسوأها وأكثرها تكلفة مادية هي الأورام الخبيثة، وتأتي في أماكن متفرقة من جسم الإنسان، كأن تأتي في الثدي عند النساء، أو في القولون عند الرجال والنساء، وتأتي في الغدد الليمفاوية، وتأتي في الغدة الدرقية، وأماكن متفرقة من جسم الإنسان. هذه الأمراض في الواقع هي أمراض بسيطة وغير مكلفة، ووفقنا الله سبحانه وتعالى لاكتشاف العلاج البسيط والرخيص، وتوفقنا ولله الحمد في علاج الكثير من أنواع هذه الأمراض الخبيثة أو هذه الأورام الخبيثة. فكل ما في الأمر أن يأتي الإنسان مثل ما هو أمامكم في الكاسة فص واحد من الثوم، ويقطعه من الطرفين، الطرف الأمامي والطرف الخلفي، ويزيل القشرة من عليه، ثم يضعه في كاسة مثل هذه، كاسة ماء، من الليل إلى النهار. يعني يكون مر على هذا منقوع الثوم، يعني حبة ثوم، فص واحد من الثوم ينقع في ماء لمدة 12 ساعة. وفترة التنقيع يجب أن تكون من الليل إلى النهار. هذه أفضل فترة بالتجربة تقريبا وصلنا لها. بعد استعمال هذا الفترة من الزمن 10 أيام يبدأ بشكل واضح المريض يحس التعافي في نفسه، كثير من آلامه تخف، وشكله يبدأ يتحسن، ويكون هذا كان معنى واضح خاصة في الناس الذي لم يتلقون علاج بالعلاجات الطبية المعروفة لهذا المرض. فعلى العموم هذا حبيت أن أشرحه لكم، ولا والله يشهد الله ليس عندي أي مصلحة دنيوية من هذا العلاج أبدا، وإنما أنشره بين الناس صدقة جارية عني وعن والدي وعن جميع المسلمين. فهذا العلاج الذي ترونه أمامكم في الكاسة لا شيء غيره أبدا، هذا العلاج البسيط. وقبل هذا كله، قبل العلاج هذا، يجب على المريض أن يمتنع عن الزيوت المهدرجة، لأن الزيوت المهدرجة هي أساسا الذي تسبب السرطان، وليس هناك أي أورام سرطانية، وليس هناك أي خلايا سرطانية. هذا كله من الخرافات اللي يشيعونها بين الناس من أجل رفع التكاليف وأكل أموال الناس بالباطل. كل ما في الأمر أن هذه الزيوت المهدرجة إذا دخلت جسم الإنسان لا يستطيع الجسم أن يتخلص منها ويطردها، فيقوم بتخزينها في مكان معين. مثلا عند النساء في الثدي، بعد فترة تتراكم فتبدأ تحدث جرح، يبدأ تشتكي المرأة من وجود ألم في الثدي، تذهب إلى الطبيب فيقول لها ورم، والورم خبيث بعد إجراء الفحوصات. في الحقيقة عند التفصيل هو ليس ورما، وإنما هو تجمع للزيوت. هذا الثوم عنده استطاعة أن يذيب هذا الزيوت المتراكمة في مكان الإصابة، أيا كان مكان الإصابة، رجل أو امرأة، سواء كان في قولون، أو سواء كان في ثدي، أو سواء كان في رحم، أو في شيء من الغدد الليمفاوية، أو الغدة الدرقية، في أي مكان من جسم الإنسان، مكان ما توجد هذه الأورام في العادة. فهذه تقريبا أكثر الأمراض شيوعا، هذه هي التي ذكرتها. يبدأ يخف الألم، لأن الزيوت المجمعة تتناقص، هي كانت ضاغطة على المكان الجرح فتسبب هذا الألم الذي يستشعره المريض. فكل ما خفت نقصت بوجود الثوم معها اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تبدأ الضغط هذه الزيوت على الجرح يقل، فيبدأ الإنسان يحس يعني تشافيه وقلة الألم، حتى ينتهي الألم بالكامل مرة وتختفي الزيوت. بعد هذا يصبح الأمر كله فيه جرح بسيط عبارة عن التهاب مر عليه فترة من الزمان. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه أي علاج بسيط، أو حتى الثوم هو نفسه يعالجه، لأن الثوم أيضا مضاد حيوي، أي مضاد حيوي بسيط يعالجه، ما هناك أي مشكلة مرة، ولله الحمد والمنة. فهذا العلاج رخيص جدا، وعالجت ناس يشهد الله من سرطان الدم بهذا العلاج، ما كلفهم علاجي هذا يمكن حتى 5 ريالات أو 10 ريالات على أكبر تقدير. فانظر النعمة سبحان الله، أن هذا المرض الذي يعني أرهق العالم كله يعالج بهذه الطريقة البسيطة.
بعد ذلك سرعة في الاستجابة، ومن أكثر الأمراض استجابة لهذا العلاج ناتج عن تجربة وعن احتكاك وخبرة هو سرطان الدم. سرطان الدم من أسرع السرطانات علاج بهذا يعني تشافي بهذا العلاج، ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه بمنه وكرمه أن يكرمنا جميعا بكل خير، وأن يرفع عنا وعن جميع مرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.